نجحوا عندهم سر، مش في شغلهم ومش في علاقاتهم ومش حتى في خبراتهم، في طريقة واحدة بيشوفوا بيها الدنيا مختلفة عن بقية الناس اللي حواليهم. أنا عندي 25 سنة خبرة، علموني حاجات كتير قوي. النهاردة هبدأ أقول لكم إيه اللي أنا اتعلمته. تخيل معايا مندوب مبيعات صحي الصبح، لبس هدومه، مسك شنطته، نزل الشارع، في دماغه قائمة عملاء وفي إيده تارجت وفي قلبه أمل إن النهاردة هيكون يوم كويس. بيزور أول عميل مش موجود، بيكلم التاني مش مهتم، بيحاول مع التالت معلش السعر غالي. آخر اليوم راجع البيت تعبان ومش عارف فين الغلط. هو اشتغل وتعب وعنده خبرة وعنده مجهود بيبذله، بس في حاجة ناقصة ومش عارف ايه هي. دلوقتي خلينا نتخيل مدير مبيعات قاعد في اجتماع مع فريقه، الأرقام مش تمام، الضغط عالي، والمدير فوقه بيسأله ايه الحل. هو عنده إجابة، بس الإجابة هي نفس الإجابة اللي قالها الشهر اللي فات والشهر اللي قبله. هنزود الزيارات، هنخفض السعر، هنشتغل أكتر. في جزء صغير في دماغه بيقول له في حاجة مش صح، بس مش عارف إيه هي. المرة دي خلينا نشوف واحد صاحب شركة بيتفرج على السوق بيتغير قدامه، منافسين جدد، تكنولوجيا جديدة، عملاء اتغيرت طريقة تفكيرهم، وهو واقف مش لأنه خايف، لأنه مش عارف يبدأ منين. التلاتة دول مش ناقصهم شغل، مشكلتهم مش مشكلة إدارة ولا خبرة ولا وقت، ناقصهم حاجة واحدة بس، ناقصهم وعي. في مشكلة كبيرة في ثقافة الشغل العربية ومحدش بيتكلم عنها بصراحة. احنا اتعلمنا ان الشغل الكتير يساوي نجاح، الضغط يساوي جدية، والتعب يساوي انجاز. بس محدش علمنا ان في فرق بين انك تشتغل كتير وبين انك تشتغل صح. محدش قال لنا ان القرار الغلط اللي بتاخده في ثانية ممكن يمسح سنين شغل. محدش شرح لنا ان السوق مش بيكافئ الاكثر اجتهادا بس، لا، بيكافئ كمان وبشكل اكبر الشخص الاكثر وعيا. في حاجة تانية مهمة، السوق بيتغير بسرعة مخيفة. ال AI بقى موجود في كل حتة، المنافسة مش بس من الشركة اللي جنبك، المنافسة بقت حواليك من كل العالم. العميل كمان بقى عنده وعي وبقى أذكى وأصعب. الأحداث حواليك، حروب، أزمات اقتصادية، بتأثر على شغلك حتى لو أنت قاعد شغال في أوضتك. في الوقت اللي احنا فيه حاليا معظم المحتوى اللي موجود بيديك تيبس، حاجات محفوظة، اعمل كده عشان تنجح، اتبع الخطوات ال10، الناجحين بيعملوا كده. كلام صح لا خلاف عليه، بس ناقصه حاجة، ناقصه انه بيديك اجابات من غير ما بيغير طريقة تفكيرك. وطالما طريقة تفكيرك ما اتغيرتش الاجابة دي مش هتشتغل معاك. أنا محمد أبو حميد، 25 سنة خبرة في السوق، مبيعات، بزنس ديفلوبمنت. شفت ناس كتير وشفت شركات كتيرة بتاخد قرارات صغيرة وقرارات كبيرة وبتخسر، وشفت مندوبين عباقرة بيفشلوا لأن محدش علمهم إزاي يفكروا في المشكلة الحقيقية. شفت مديرين بيشتغلوا بضمير وبيفقدوا فريقهم لأن الليدرشيب عندهم كانت أوامر مش إلهام. وشُفت حاجة تانية، إن اللي بيفرق مش الخبرة بس، ومش الذكاء بس، اللي بيفرق هو الوعي، الوعي بنفسك، الوعي بقراراتك، الوعي بالسوق وبالناس اللي حواليك. في لحظة في مسيرتي قررت إن في حاجة لازم تتقال، مش في كتاب، لأن الكتب مش كل الناس بتقراها، مش في تدريب، لأن التدريب بيخلص ويتنسى، لازم تتقال بطريقة توصل لكل مهني في أي مستوى وتفضل معاه، من أول المندوب لحد الأونر بتاع الشركة. وده سبب وجود القناة دي. وعي، شغل، تأثير، ده مش شعار، دي رحلة بيمر بيها كل مهني ناجح حتى لو مش واعي بيها. الوعي انك تشوف الصورة كاملة، نفسك، قراراتك، السوق، الناس. من غير وعي انت بتشتغل في الظلام. الشغل، بس مش اي شغل، الشغل الذكي، شغل بيبني، شغل بيستخدم الادوات الصح في الوقت الصح. التأثير ده الهدف، مش بس انك تعمل، انك تفرق في فريقك، في شركتك، في السوق، في حياتك. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل وقل اعملوا اعملوا فسيرى فسيرى الله الله عملكم عملكم ورسوله ورسوله والمؤمنون. والمؤمنون. العمل مش نتيجة، العمل شهادة، شهادة على مين انت وازاي بتفكر وايه اللي بتبنيه. وده معنى التأثير الحقيقي. في القناة دي هتلاقي 3 أنواع من المحتوى. فكر، هنتكلم عن علم النفس اللي ورا قرارات الشغل،
هنفهم ليه بنعمل اللي بنعمله وإزاي نعمل حاجة أذكى. هنستخدم أفضل الكتب اللي شرحت الهيومن بيهيفير في البيزنس. بناء، هنتكلم عن الأدوات اللي بتخلي شغلك أسرع وأذكى. هنستخدم ال AI كسلاح حقيقي في إيدك، هنبني بيه work flows توفر بيها وقتك وترفع بيها أدائك. قيادة، هنتكلم عن قيادة الفرق، بناء الليد واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هنتكلم عن البيزنس وبناء قنوات الديستريبيوشن وعن الروت تو ماركت وعن المبيعات. هنتكلم عن ازاي تبني حاجة تفضل لوقت طويل. انا بستخدم الاي اي في شغلي بقالي اكتر من سنتين، ومش بستخدمه عشان ده ترند او موضة. بستخدمه لاني شفت بعيني انه بيوفر وقت وبيرفع جودة القرار وبيديك زاوية تانية على اي مشكلة. في القناة دي إن شاء الله ال AI مش موضوع منفصل، هو جزء من كل حلقة. كل فيديو هتلاقي فيه برومت جاهز تاخده وتشتغل بيه، أو أداة محددة بتحل مشكلة حقيقية في شغلك، أو ورك فلو بسيط بيوفر عليك ساعات من الشغل اليدوي. مش شرح نظري، هو مجرد تطبيق لأساليب هنستخدمها أيا كانت الأداة إيه. لأن ال AI مش هياخد شغلك، لكن اللي بيستخدمه صح هو اللي هياخد فرصتك. سواء كنت مندوب في أول الطريق أو مدير بيبني فريق أو صاحب بيزنس عايز يبني بيزنس كبير ويكبره، فالمكان ده ليك. روح دلوقتي اتفرج على الفيديوهات اللي نزلت واعمل فولو للقناة، سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك دايما الجديد أول بأول.